عدن. ايه المقياس لقبول او رفض الدور يا استاذ ياسر؟ هل المخرجين، يعني حضرتك قلت لي تعاملت في التلفزيون مع نادر جلال، مع مخرجين كبار، دلوقتي في مخرجين شباب مختلفين شويه، كل عمل ساعات بيبقى فيه مخرج وفي بعض الاحيان بتبقى الفرصه الاولى بس هو حابب ان هو يثبت نفسه. انت بتحسبها ازاي لقبول الدور؟ هل بالحجم، هل بالتاثير، هل بالمخرج، هل بشركه الانتاج ومكان عرضه؟ انا معايير قبولي للادوار يعني معايير مختلفه شويه. بس انا فكره ان المخرجين الشباب، انا عندنا مخرجين شباب طالعين كويسين جدا. وانا اتعاملت في الفتره الاخرانيه مع معظمهم شباب وعملت ادوار مهمه جدا. انا عملت مسلسل اسمه حلم حياتي، قصه حلم حياتي في مسلسل الا انا. ده كان ترند في مصر كلها. ده حقيقي. البنت اللي عندها توحد وانا الاب اللي بيقف معاها وبتاع. عملت مسلسل اسمه ايام، 45 حلقه، نزل جزئين والجزء الثالث نازل. برضو من الادوار المهمه جدا. ده اخراج محمد اسامه، وده اخراج ياسمين كامل. شباب صغير طبعا. عملت مسلسل مؤخرا اسمه اسيل، اخراج الاستاذ معتز حسام، برضو شاب صغير. انما كلهم موهوبين جدا. وانا كممثل ببقى طايع جدا، ما باخدش المخرج بالاسم، انا باخد المخرج بالبوزيشن. المخرج رب العمل، فانا طوع بنانه. يعني يقول لي اعمل كذا حاضر، اعمل كذا حاضر. بنتفاهم الاول على الشخصيه، وبيشرح لي لو عندي حاجه مقلقاني باخدها منه وبتاثر معايا، بقدم العمل. والحمد لله رب العالمين وفقت بشهاده الجمهور، والناس كانت لاقت استحسان مهم جدا. عندي حاجه غريبه كانت في رمضان اللي فات. انا جالي دور وانا ما بعملش ده من اكتر مثلا من 25 سنه. يعني ما بشتغلش على الهوا، حد يقول لي احنا عايزينك دلوقتي بسرعه، تحب ما تبقاش اللي هو ودور صغير تريتمنت ودلوقتي حتى لو دور صغير لازم يبقى له كيان وله وضع وضيف شرف وبسأل في تفاصيل وبتاع. كلموني انتاجه كده وقالوا لي طب اقرا الدور. انا رافض اساسا، فقلت هبص وارفض. فبصيت فقلت له انا هعمله. لا يتعدى 5 6 مشاهد. بس انا حسيت اهو ده معيار ان ده بصمه ليا للعمر. لان انا صوفي وبحب حضره النبي وآل البيت وبتاع. الدور ده راجل عاشق لحضره النبي والآل البيت ولستنا السيده زينب اللي هي عشقي انا بقى. فلقيت اول الدور بيقول مدد يا ست يا سيده زينب. قلت له انا جاي. ده الاحبه كلهم بقى انت لقيت هتاخد كام مش مهم، انا جاي. وسافرت لبنان اصوره ورجعت. ده كان مسلسل ايه السنه دي؟ الاجهر. ده دور حضرتك في الاجهر؟ ده دور صحيح، في الاجهر بتاع الاستاذ عمرو سعد. فاقصد اقول المعيار هنا ايه الاضافه اللي هيضيفها لك. مش مهم كبر الدور او صغر. المهم انه يوافق مبادئنا. ليه؟ لان الفن زي ما حضرتك تعرفي الفن مطلق. مطلق تماما. والفنان مقيد. مقيد ببيئته، مقيد بتربيته، بعاداته، بسلوكياته. يعني في نوع اقدر اعمل ده او ما اعملش ده. ده حقيقي. اقدر اسيب لبنتي تاريخ يشرفها او اخليها تخجل من دور او هو ده